النهاردة هعمل معاكم حلا بسيط كده قوي. مكوناته موجودة في كل بيت. هو الشعرية باللبن. انا هعمل كوباية واحدة بس من الشعرية، هحمرها في معلقة واحدة من السمنة البلدي. الكوباية دي هتعمل 4 اطباق صغيرين. لو انت حابة تعملي اكتر هتضاعفي الكمية. هبتدي ان انا احمر الشعرية كويس قوي، وبعدين ما تزوديش المادة الدهنية عشان ما تبقاش دسمة قوي الشعرية. انا حطيت معلقة، وابتدي ان انتي خليكي واقفة جنبها، يعني ما تسيبيهاش وتمشي عشان ما تبقاش الشعرية لون ولون. هنحمرها كويس لحد ما يبقى لونها بامبا كده غامق، ما تبقاش محروقة ولا تبقى بيضة. هوريكي اللون المناسب اللي خلاص هتوقفي فيه خالص وهتبعديها شوية عن النار. بس كده هستمر في التقليب لحد ما توصل معايا للون الحلو ده. هنا هبتدي ان انا ابعدها بقى شوية عن النار عشان ما تتحرقش معايا. هنزل عليها بكوباية واحدة من المية السخنة، كوباية واحدة بس. انا مش هزود عليها مية، هحط كوباية واحدة من المية المغلية، وهحط كوباية ونص من الحليب. عادي خالص، بيكون ساقع او دافي، بلاش يكون سخن الحليب. حطيت كوباية ونص من الحليب، وهحط عليه معلقة من النشا ورشة من الفانيليا، وحطيت معلقة سكر واحدة بس. ممكن تحطي قرفة لو الكل بيحب القرفة، لو محدش بيحب القرفة خليها حطيها على اللي يعني على الطبق وانت بتاكليها. بس القرفة حلوة جدا على الشعرية. قلبتهم وهنزل بقى بيهم على الشعرية، وهسيبها اول ما تاخد غلوة واحدة معايا هقفل عليها النار عشان ما تبقاش الشعرية تقيلة قوي، لان الشعرية بتستوي بسرعة، يعني مش بتاخد وقت على النار. انا هسيبها تاخد غلوة واحدة بس. اول ما تاخد الغلوة دي انا هقفل عليها على طول النار. بص، بدأ بقى قوامها بيختلف. زمان كنا بنعملها في البيت، كنا بنعملها بالحليب بس، ما كناش بنحط عليها معلقة النشا. بس حقيقي معلقة النشا، يعني أنا كنت اول مرة اجربها بجد، خلت الشعرية طعمها مختلف تماما وطعمها حلو قوي. يعني انا قلت اجربها، لو عجبتني وطعمها حلو هنزل الوصفة. بجد كان طعمها تحفة، ومش تقيلة لدرجة ان انتي يعني ما تحبيش تاكليها، لا، كانت برضو فيها يعني قوامها خفيف مش تقيل. انا هبتدي ان انا اغرفها في كوبايات او في اطباق حسب ما انتي عايزة بقى، حتة التقديم دي بتاعتك انتي. وكمان تاني يوم انا كان فاضل طبق كلته، يعني تاني يوم كان في طبق سخنته وكلته، كان طعمها تحفة. حطي بقى عليها سوداني، حطي عليها قرفة، حطي عليها جوز هند، وكمان احنا بقى هنحلي بعسل. يعني انا هحط عليها شوية عسل لان السكر بتاعها كان قليل مش كتير. لو انت عايزة تعملي السكر يعني تحليها سكر بس، حلي سكر بس مفيش اي مشكلة. زينيها بقى زي ما انت عايزة تاكليها سادة، كان طعمها رائع بجد يا جماعة. جربوها يعني بجد هتعجبكم جدا في الاجواء الساقعة دي. حبيت ان انا اقدم لكم يعني وصفات تكون سخنة كده حلوة. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم تاني على خير في فيديو قريب، وباي باي.